عمرك جربت تبص في المراية وتلاقي اللي جواها ضحك وانت ما ضحكتش؟ عمرك حسيت ان خيالك على الحيطة بيتحرك أبطأ منك بجزء من الثانية؟ لو ده حصل اجري، لأن قرينك مش بس بيقلدك، ده بدأ يزهق من دور الظل وعايز ياخد مكانك. أنا اسمي ياسين، كنت فاكر إن الدجل ده مجرد نصب لحد ما ورثت بيت جدي القديم في قلب الصعيد، بيت ريحته بخور قديم وتراب كتير. في البدرون لقيت مراية متغطية بقماش اسود مكتوب عليها بالدم: لا تكشف وجه الغريب فيسرق وجهك. طبعا الفضول كان أقوى من التحذير. شلت القماش وشفت نفسي، بس ما كنتش أنا. عيني في المراية كانت أوسع وابتسامتي كانت أبرد. ومن يومها وبدأت أحس إن في حاجة معايا في البيت، حد بيمشي ورايا، بيتنفس في رقبتي وبياكل من الطبق لما بلف وشي. صحيت في يوم لقيت دراعي عليه خربوش، والمراية اللي في الحمام مكتوب عليها بدمي: الدور عليا. عرفت إن في سباق مع الزمن قبل ما هو يخرج بالكامل. رحت للشيخ ضرير بيسكن في وسط المقابر، قال لي كلام وجع قلبي: القرين لو شم ريحة خوفك بيتحول لوحش. انت اللي فتحت الباب وانت اللي لازم تقفله، بس التمن غالي. لازم تكسر المراية السبعة في ليلة قمرها غايب، بس بشرط لازم تكسرها وانت باصص في عينك ومن غير ما ترمس ثانية واحدة. رجعت البيت والجو كان تلج، كان رصاص حرفيا. الكهرباء كانت قطع وبدأت أسمع ضحكتي أنا طالعة من كل ركن. وصلت للمراية وشفته هو بيطلع إيده من الإزاز، إيده برد زي التلج. مسك رقبتي، بدأت أتخنق وعيني ابتدت تقفل، بس فضلت باصص في عيني بقوة مش خوف. مسكت الشاكوش حديد، وقبل ما صوابعه تغرس في لحمي صرخت صرخة هزت الحيطان وضربت المراية بقوة. الدنيا سكتت فجأة، الإزاز وقع 100 حتة على الأرض والخيال اختفى. قعدت على الأرض بنهج وجسمي غرقان عرق. النار اللي كانت في الأوضة اتطفت والهدوء رجع تاني. قمت وقفت قدام الشباك عشان أشوف ضوء الفجر، بس شفت حاجة خلت دمي يتجمد. أنا لمست الشباك بإيدي اليمين، بس خيالي على الإزاز لمس بإيدي الشمال. أنا كسرت المراية، بس يا ترى مين فينا اللي خرج ومين اللي لسه محبوس جوه؟ أنا دلوقتي بكتب لكم القصة دي، بس ملمس القلم في إيدي غريب، كأني لسه بتعلم إزاي أكون بني آدم.